بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة في معلومات بسيطة كده هنوضحها لحضراتكم عشان تديك كفاءة في التبريد في المكان. طبعا ده مساحة أوضة مساحتها 4 متر في 4 متر، لازم لها أقل شيء خليتين متر في متر بالشكل ده زي ما احنا شايفين، خليتين متر في متر عشان تاخد درجة برودة مناسبة توصل درجة حرارة المكان ل25 درجة. وطبعا شفاطين 60 في 60 بالشكل ده كده تجيب المكان لو 4 في 4 مع التقفيل الكويس. يعني انا مقفل بنسبة 99%، يعني تقفيل مدينا درجة رطوبة في المكان، الفرخ ما بينهكش، درجة الحرارة 50 بره في الشارع. هنا درجة الحرارة معايا يعني 28 و27، يعني درجة حرارة مناسبة عشان انا كمان قافل الشفاط. مجرد ما اشغل الشفاط درجة الحرارة هتقل عن كده، بس عشان بشرح لحضراتكم الفيديو. فديت اول معلومة مع بعض تظبط خلايا تبريد مناسبة للمكان. تاني حاجة احنا شايفين هنا شكارة زي ما احنا شايفين بدبابيس كده في قلب خشبة عشان ترفع معانا الهواء لداخل ما يدخلش على الفرخ مباشرة. كده الشكارة دي تخلي الهواء يطلع مع الهواء اللي في اعلى الغرفة، فما تضرش معانا صحة الكتاكيت او الفراخ. طبعا المعلومة الاخيرة اللي هي التايمر، ان انت لازم تشغل تايمر مع خلايا التبريد، ان خلية التبريد ما تفضلش شغالة مدة 24 ساعة. ده التايمر فائدته طبعا هشرح لحضراتكم في فيديو التايمر وتركيبه وليه احنا مركبينه وايه الفايدة اللي احنا بنستفادها من خلاله. وده طبعا من الحاجات اللي لازم تكون موجودة مع خلية التبريد عشان تديك كفاءة كويسة. كده بعض معلومات سريعة عن خلايا التبريد. طبعا انت لازم تهتم ان انت تكون خلية التبريد شغالة معاك مدة طويلة، يعني عشان المية تفضل ساقعة متلجة بالشكل ده. فاحنا التايمر ده وظيفته معايا انا اشغل الموتور ساعة وربع مثلا او ساعة ونص، ويقعد يستريح معايا ربع ساعة على الورق بتاع الخلية ما ينشف. تبدأ بعد ما يرتاح ربع ساعة يبدأ يسحب مية من اول وجديد تاني من البرميل، ما يكونش لحقت المية تدفى، تكون ساقعة زي ما هي. ربع ساعة حاجة بسيطة. ده الهدف من التايمر. وما تنساناش باللايك والاشتراك في القناة، ودمتم في امان الله.